في البداية أنا عارف إن أنا طولت بقالي أسبوع ما نزلتش ولا فيديو. سامحوني، أنا آسف جدا جدا جدا. الفيديو النهاردة مليان معلومات ترس 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 لأي حد مبتدئ عايز يخش الجيم. هشرح لك كل حاجة، تابع الفيديو للآخر. كلمتين كده مهمين لأي حد مبتدئ داخل الجيم: إزاي أحدد عدد مجموعات الشغل لأي عضلة أنا عايز أتمرنها، إزاي أصلا أحدد الجدول اللي أنا هتمرن عليه، ازاي تعرف تطور العضله اللي انت بتركز عليها، ازاي تعرف العضله الضعيفه عندك من حيث الحجم متناسقه مع باقي جسمك، وازاي تحدد الحرق اللي بيحصل لك اثناء التمرين والفرق بينه وبين الفشل العضلي، وازاي تعمل لنفسك نظام غذائي، وازاي كمان تختار اكلك، كمان ازاي تظبط الدي لود او الدايت بريك، وازاي تعمل بروجريسيف اوفرلود، وهل ممكن اصلا انت بشكل عام تطور من التحمل العضلي والبناء العضلي والقوة العضلية مع بعض، وازاي اصلا تبني نظام فعال عشان تتابع التقدم بتاعك، وازاي اصلا تبني نظام ايه لنفسك عشان تعرف تتابع نفسك صح. طيب، في البداية انا ازاي اصلا بحدد عدد مجموعات الشغل لاي عضلة انا عايز اتمرنها؟ اللي انا بعمله هنا، لما باجي احدد مجموعات الشغل بحددها في نطاق من 10 ل 20 مجموعة، ولكن من 10 ل 20 مجموعة الدراسات قالت كده لسبب معين، لبعض الحاجات اللي هم عملوها لبعض الناس، فحددوا لك الرقم ده من 10 ل 20 مجموعه. طيب، انت كشخص مبتدئ مطلوب منك تقل عن العدد اللي بتاع ال 10 مجموعات ده اصلا كمان. ليه؟ لان انت شخص عايز تبتدي السلم من اوله، يعني مش عايز تطلع السلم تنط، انت عايز تطلع السلم درجه درجه. فابتدي مثلا ما بين 4 مجموعات ل6 مجموعات لاي عضله انت بتتمرنها عادي، من 4 مجموعات ل6 مجموعات، وطبعا انت بتحافظ على النظام الغذائي بتاعك بشكل كويس. تمام. ازاي اصلا بقى بتحدد الجدول اللي انت هتتمرنه؟ تحديد الجدول اللي انت هتتمرنه دوت بيختلف من بني ادم للتاني. بمعنى انا ممكن اتمرن يوم واحد في الاسبوع، يومين، 3 ايام، 4 ايام، ممكن اتمرن 5 ايام، 6 ايام مش احسن حاجه. ولكن انت ممكن مثلا تتمرن ال5 ايام في الاسبوع وتريح قصادهم يومين. ده كويس، ده شكل من اشكال الجداول اللي انت ممكن تتبعها عادي جدا. ممكن تتمرن 4 ايام في الاسبوع ابر ولور، ممكن تتمرن يومين في الاسبوع ابر ولور، ممكن تتمرن بوش بول ليج 3 مرات في الاسبوع، ممكن تتمرن بوش بول ليج 6 ايام في الاسبوع، بوش بول ليج تريست، بوش بول ليج تاني. بس زي ما قلت لك بالنسبه لواحد ناتشورال مش احسن حاجه، فانت لازم تدي لنفسك فتره راحه على الاقل من يوم ليومين، من يوم ليومين ورا بعض، علشان تريح الجهاز العصبي والجهاز العضلي. والجهاز العصبي اهم حاجه، لان هو دوت اللي بيتعب في الاول وبيخليك توصل للدي لود او توصل للبرين اوت بتاعك بدري. تمام. ازاي اصلا تعرف ان العضله بتاعتك بتتطور، او ازاي تعرف تطور العضله اللي انت بتركز عليها؟ فانت بتتابع نفسك في المرايه بناء على حسب ايه؟ بناء على حسب كمان القياسات، على حسب الانبادي، على حسب التطور بتاع العضله دي ذات نفسها. هل انت اوزانك بتتطور في العضله ديت على مدار الوقت مع عدد مجموعات الشغل اللي انت بتحطها ولا لا؟ ده سؤال لازم تساله لنفسك كويس جدا. هل اصلا العضله دي بتتطور بتناسق كويس جدا مع بقيه عضلات جسمك ولا لا؟ السؤال ده برضه لازم تساله لنفسك. فازاي تعرف تطور العضله؟ حاجات كتير: الحجم، الشكل بتاعها، النضوج بتاع العضله ذات نفسه، بتقدر تشيل اوزان عاليه مع مرور الوقت ولا لا. كل ديت انديكيتورز، او كل ديت علامات تبين لك ازاي اصلا العضله بتاعتك انت كده شفتها انها بتتطور ولا لا. فخلي بالك من حاجه زي كده كويس قوي. ازاي اصلا تعرف ان العضله ضعيفه عندك؟ ده حوار تاني خالص. انا مثلا دلوقتي ببص على جسمي في المرايه، ازاي اعرف العضله الضعيفه والعضله القويه؟ ببص على جسمي في المرايه مثلا بعد فتره 3 شهور 6 شهور من التعب، ان انا اتمرنت وتعبت وبنيت عضلات واستمريت على نظام غذائي ونمت كويس وكل الكلام ده كله. طيب، هعرف اقيس الكلام ده ازاي بقى فيما بعد كده؟ ان انا ابص على نفسي في المرايه، اشوف التناسق العضلي ما بين اجزاء جسمي كلها وما بين العضله دي. ممكن انا تبقى رجلي اكبر من جسمي، ممكن انا يبقى جسمي اكبر من رجلي، ممكن انا تبقى عندي كتاف وعضلات دراع ضعيفه جدا، لكن انا مثلا عندي المنطقه بتاعت الميد سكشن كويسه، مثلا عندي الشيست كويس، الابس، الكوادز، الهامسترنجز والجلوتس مثلا والكالفز. كل ديت انديكيتورز بتبين لي ايه هي العضله الضعيفه عندي من حيث الحجم العضلي، علشان ادوس واديها فوليوم اكتر في التمرين، او اديها فريكونسي اكتر في الجدول بتاعي. دي برضو حاجه انت لازم تاخد بالك منها كويس قوي. ازاي تحدد اصلا الحرق والفشل العضلي؟ في فرق كبير جدا، في ناس ما بتعرفش تفرق ما بين الحرق وما بين الفشل العضلي. الحرق وهو اللي بيحصل لك اثناء ما انت بتتمرن، اللي هو بتحس ان انت العضله عندك سخنت، وفي نفس الوقت اللي هو ايه، بتحس فيها بشد كده، وبتحس فيها خلاص اللي هو ايه، انت زي مثلا تيجي تتمرن كوادز. في ناس هنا ما بتعرفش تفرق ما بين الفشل العضلي او الفشل الميكانيكي وهي بتتمرن والحرق. الحرق اللي هو انت عضلاتك وجعتك،
وانت بتتمرن، وده امر طبيعي ان انت كده كده بيحصل ستريتش وبيحصل فليكشن قوي قوي من خلال الوزن اللي انت بتعمل فيه بروجريسيف اوفرلود. لكن مثلا موضوع الفشل العضلي ذات نفسه او الفشل الميكانيكي ذات نفسه بيحصل امتى؟ لما انت ما بتبقاش قادر ترفع الوزن بشكل صحيح. في فرق بين الفشل العضلي وفي فرق بين الفشل الميكانيكي. الفشل الميكانيكي ان انت ما انتش قادر ترفع الوزن بصوره صحيحه، فانت بتبطل ما بتعملش ولا عده زياده. في فرق بين الفشل كمان العضلي. الفشل العضلي اللي هو انت بتحاول ان انت تموت على اخرك خالص، بتخلي عضلات تانية تشتغل معاك اصلا علشان تقدر تأدي التمرين صح وتقدر تعمل التمرين، او مش تأدي التمرين صح، تقدر تعمل العده اللي انت عايز تعملها وخلاص، مش اللي هو انت بتركز على العضله بتاعتك. ففي فرق بين الاثنين، خلي بالك منهم كويس قوي. طيب ازاي تعمل لنفسك اصلا نظام غذائي، وازاي كمان تختار اكلك؟ ازاي تعمل لنفسك نظام غذائي ديت انا حاجه تقريبا شرحتها عن البروتين والكارب والفات، فتقدر انت اصلا تبص على الحلقات اللي فاتت. بالنسبه ازاي اصلا تعمل لنفسك نظام غذائي، انت اهم حاجه انت بتركز على الكواليتي بتاعت البروتين. يبقى بروتين حيواني على قد ما تقدر، من خلال يعني يبقى 70% من اصل 100% من البروتين اللي انت بتاخده على مدار اليوم. الفاتس بتاعتك تبقى على الاقل من 10 من 70 ل 80% منها يبقى unsaturated فات ويبقى هيلثي فاتس، زي المكسرات، الزيوت، الافوكادو، السمن البلدي طبعا، لا مش السمن البلدي، يبقى حاجات اللي هي الانساتوريتد فات او اللي هي الدهون الغير مشبعه. فاهمني ازاي؟ لان ديت هي اللي بتعلي من الاتش دي ال اللي هو اصلا الكوليسترول، اللي هو اصلا كمان بيبقى مسؤول عن انك انت بتنتج هرمون التستوستيرون بشكل احسن. طيب ال 10 ل 20% اللي هيبقوا فاضلين بتدخلهم بقى من الحاجات اللي هي فيها اوميجا 6 واوميجا 9، او اللي هي بيبقى فيها مثلا دهون مشبعه زي السمن البلدي، وزي مثلا عندك الالبان، الالبان والاجبان بشكل عام. بس ده بالنسبه للدهون وده بالنسبه للبروتين. فاحنا قلنا وحتى كمان جزء برضو من حته البروتين، انت انك تدخل بروتين اصلا نباتي، دي حاجه كويسه. يعني انت لو دخلت بروتين نباتي في طبقك بشكل مثلا متساوي او بشكل متوزع، مثلا 50 جرام من كل صنف في الثلاث اصناف في الطبق، مع نسبه البروتين الحيواني اللي انت مدخلها، انت دخلت نسبه بروتين محترمه، حاجه اسمها الكومبلمنتري بروتين، بروتين تكميلي مع البروتين الحيواني الكامل. بالاضافه كمان انك دخلت نسبه كارب محترمه في الوجبه بتاعتك. لو انت مثلا واحد بتحاول انك تعمل مينتنس، فنسبه الكارب بتاعتك لو عليت قوي مش هتبقى فارقه معاك. او لو انت مثلا شخص آه، بتحاول ان انت تعمل بالكينج اب او تحاول ان انت تزود وزنك، فده برضو حاجه هتبقى كويسه جدا معاك. طيب ازاي اصلا بقى اظبط الدي لود او الدايت بريك او البروجريسيف اوفرلود؟ بالنسبه للدي لود، الدي لود بيحصل مثلا ما بين فتره بشكل متوسط ما بين 4 اسابيع ل6 اسابيع. طيب بيتم بناء تحديدا على حاجه، على حسب ايه بيتم تحديد على كده؟ على حسب ايه؟ على حسب تعبك انت. صدقني ديت عمر ما مدرب هيقولها لك غيرك انت اللي هتقول لنفسك انا محتاج اعمل ديلود امتى. دي بتفرق ما بين الشخص والتاني. بعمل ديلود امتى؟ لما بكون خلاص انا مش قادر اتمرن، عضلاتي كلها وجعاني، الدنيا كلها بايظه، انا مش قادر اعمل اي حاجه. حتى الاوزان اللي انا متعود ان انا ارفعها بعدات معينه انا مش قادر حتى ارفع بنص عدد العدات اللي انا برفعها بيه، خلاص. حتى كمان ممكن يبقى انديكيتور من ضمن الانديكيتورز اللي انت ممكن تلاحظها ان انت والله انا مش قادر انزل اتمرن. يعني عارف انت اللي هو ايه، خرب بيت الجيم مش عايز انزله، فاهم؟ فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي تبين لك انت عايز تعمل ديلود ولا لا. الدايت بريك انت ما بتستخدموش غير في حاله واحده، لو انت شخص بتعمل كاتنج. طيب امتى استخدم الدايت بريك؟ لما ابتدي اعمل البروجرس بتاعي ممكن يوصلني ان انا اوصل لنسبه السعرات الحراريه لغايه 1800 لغايه 1500 سعره. ازاي؟ ان انا مثلا ببتدي بديفيسيت معين بيوصل لي مثلا حوالي 2800 2500، وابتدي مثلا اقلل من 250 ل 500 كل اسبوع، على حسب انا هقدر ازود في النشاط البدني ولا لا، او انا مثلا اعتمدت على ان انا اقلل في اكلي وخلاص. فانا لما اوصل لنقطه معينه الا وهي نقطه الصفر بالنسبه لي اللي هي 1800 سعره او 1500 سعره، ان انا خلاص لو نزلت عن كده انا مش هقدر، وممكن افقد اصلا سيطره على نفسي، وممكن يجي لي نهم شديد جدا، وممكن اجوع، وممكن يجي لي كريفنج للسكريات، والطاقه بتاعتي تقع في الجيم وكل الكلام ده كله. فببتدي ان انا ارفع سعراتي تاني مسافه معينه، دايت بريك لمده اسبوع. وعادي جدا انها ممكن تستمر بعد الاسبوع عادي جدا، ده بيبقى دايت بريك. ده انت بتمشي على سعرات الثبات اللي وزنك فيها حاليا دلوقتي، فبتبتدي تمشي عليها، بتلاقي وزنك ثابت. بتعبي سنه ميه بسيطه لان انت كده كده بترفع الكرب حبه، وبتبتدي ترجع تاني اون تراك. اللي هو بمعنى الدايت بريك بيعمل لك ايه؟ انت بتاخد خطوتين لورا او بتاخد 3 خطوات لورا عشان ترجع تاخد مثلا 10 خطوات تاني لقدام. بعد كده عندك البروجريسيف اوفرلود. البروجريسيف اوفرلود انا عندي له مبدأ وعندي له منهج معين كده، الا وهو ايه؟ النهارده انا بلعب 20 كيلو 10 عدات، الاسبوع اللي جاي هلعب 20 كيلو 10 عدات فجبت 11،
الاسبوع اللي جاي لعبت برضو بال 20 كيلو دول عشان اجيب بيهم 10 عدات، الاقي نفسي جايب 12 و13. هنا النقطه بقى، هنا ابتدي ازود الوزن بتاعي، هنا ابتدي اعمل بروجريسيف اوفرلود، ازود الوزن. ممكن ازود الوزن قد ايه؟ 2 كيلو ونص كبدايه، عادي جدا مفيش اي مشكله. عادي، عود نفسك انك في البروجريسيف اوفرلود تعمل بروجريسيف اوفرلود باقل وزن انت تقدر تشيله، او باقل وزن انت تقدر تزوده في الجيم يكون متاح بالنسبه لك. لان انت مش عايز تنط السلم مره واحده، انت عايز تطلع واحده واحده. مش عايز تنط، انت عايز تطلع واحده واحده. فزي ما بقول لك، انت مثلا بتلعب ال 20 كيلو دول 10 عدات، الاسبوع اللي بعدها لقيت نفسك جايب 11، الاسبوع اللي بعدها لقيت نفسك جايب 13 و14 وممكن 15 عادي. فهنا تبتدي تزود الوزن، الا وهو ايه؟ ان انت تعتمد على انك تزود عدات بالوزن اللي انت شغال عليه. بعد ما تلاقي نفسك قادر تزود عدات، او بعد ما لقيت نفسك خلاص زودت عدات وخلاص الوزن ما بقاش فارق معاك وبقى سهل بالنسبه لك، ابتدي بقى ارفع الوزن اللي بعده. العب بيه مثلا اللي هو 22 ونص، العب بيهم تاني 10 عدات، او العب بيهم 8 عدات عادي مش مشكله. ليه؟ لان انت كده كده بالنسبه لك انت اصلا من 4 عدات لحد 30 عده انت كده كده بتساهم في البناء العضلي. ودي بقى اللقطه اللي هنخش عليها ايه في السؤال اللي بعده، اللي هو هل انا ممكن اطور التحمل او البناء العضلي او القوه العضليه مع بعض؟ الاجابه هي اه. اقدر اطور التحمل العضلي والبناء العضلي والقوه العضليه مع بعض عادي جدا بشكل كويس، لما انا هتبع المنهج القديم بتاعي اللي هو ايه؟ العب 3 مجاميع 12 10 8 6. اكيد الناس فاكراه. طيب انا لما بلعب 12 10 8 6، هو المدرب هنا، في مدربين فاهمين اللقطه ديت وفي مدربين مش فاهمين اللقطه ديت. المدرب اللي فاهم اللقطه ديت هنا هو بيعمل ايه؟ هو هنا بيأهل الجهاز العضلي والجهاز العصبي والجهاز المفصلي عندك انك تشيل اوزان خفيفه، بدايه من العدات اللي ايه الكتيره اللي انت بتلعبها، وبعد كده تبتدي تعلى بالوزن تعلى بالوزن تعلى بالوزن لحد ما توصل مثلا انك لو بتلعب مثلا بنش بريس 10 كيلو 15 عده، تبتدي تعلى شويه 20 كيلو بقى 12، تبتدي تعلى شويه ال 30 كيلو بقى مثلا 8 عدات، بعد كده مثلا ال 35 كيلو بقى 6 عدات، وهكذا. هو ده اللي بيحصل معاك، انك انت بتبتدي بوزن قليل وتبتدي تعلى تعلى تعلى. طيب امتى بقى اطبق المنهج بتاع ال 12 10 8 6 ده صح؟ لما اكون انا بلعب في كل نطاق عدات بالوزن المناسب ليه. بمعنى انا بلعب 12 او بلعب 15 12 10 8، بلعب 15 12 10 8، هلعب ال 15 عده ديت، هلعب مع ال 15 عده ديت مثلا دمبل 15 كيلو مثلا. فلما هلعب بدمبل 15 كيلو ده معناه ان انا هقدر ان انا اجيب العده ال 15 بالعافيه لو انا هلعب بال 15 كيلو. خد بالك بقى من اللقطه دي هنا، انت بتلعب بال 15 كيلو بتوصل 15 عده بالعافيه. ليه؟ انت ساعتها اول ما تعمل حاجه زي كده بتروح مريح، فتلعب نطاق العدات اللي بعديه اللي هو كام؟ اللي هو ال 12. هتلاقي نفسك مثلا زودت 5 كيلو كمان او عليهم 10 كيلو كمان، لقيت نفسك بتلعب بال 25 كيلو، فجبت العده ال 12 بالعافيه. طلعت في الوزن مثلا رحت جايب لاعب بال 30 كيلو لعبت بيهم مثلا 8 عدات بالعافيه برضه. هو ده الكونسبت اللي انت بتعمله، انك على المدار مع العدات انت بتحط الوزن المناسب لرينج العدات دوت علشان تجيب بالوزن دوت العدات دي فقط. هنا فعلا انت بتطور التحمل العضلي، بتطور البناء العضلي بتاعك بشكل كبير جدا، ده بناء حتى كمان على الدايت بتاعك، وكمان بتطور التحمل وكمان بتطور القوه العضليه. طيب هنا بقى في لقطة تانية خالص احنا ممكن نكون غافلين عنها. هو هنا في الحالات دي كلها البناء العضلي هيتطور، البناء العضلي هيتطور، ولكن هل البناء العضلي هيتطور مثلا لو انا مش ماشي على سعرات زيادة وبحاول ان انا ابلك اب او ان انا ازود وزني؟ بنسبة 50 ل 50% يعني. بمعنى ان انا اصلا عشان ازيد عضل او عشان ازيد وزني بشكل عام باكل سعرات حراريه كتير، فلما اكل سعرات حراريه كتير واتمرن بشده كويسه او بشده مناسبه وبوصل واجيب اخري في كل نطاق العدات ديت، فده معناه ان انا قطعت الياف عضليه بشكل كويس، وكمان عملت هايبرتروفي، لان نطاق العدات من 4 لحد 30 عده بيساهم في البناء العضلي، وكمان حسنت او ساهمت في ان انا احسن ما بين كل التحمل العضلي والبناء العضلي والقوه العضليه. فهمت الفكره؟ فهمت الكونسبت؟ الموضوع يطول شرحه شويه. طيب ازاي بقى ابني لنفسي نظام فعال عشان اتابع تقدمي؟ مبدئيا انت بعد ما شرحنا الكلام ده كله، انت بتعمل ايه؟ انت بتحط جدول التمرين بتاعك بشكل مظبوط. بعد ما تحط الجدول التمرين بتاعك بشكل مظبوط بتحسب سعراتك، بعد ما تحسب سعراتك بتقسمها لماكروس بروتين وكارب وفات، وبعد الكلام ده كله بتحط التمارين بتاعتك، بتحط رينج العدات اللي انت عايز تشتغل عليه. بعد ما بتعمل الكلام ده كله بتصفي الكلام ده كله وبتبيضه في جدول نظيف، جدول جميل جدا بتتابع بيه تقدمك الاسبوعي، بتتابع بيه تقدمك الشهري، بتتابع بيه تقدمك مثلا كل 3 شهور وكل 6 شهور. طب ازاي؟ ان انا بتابع الاوزان بتاعتي وبتابع الاداء بتاعي كل اسبوع في التمرينات المعينه اللي انا اخترتها من خلال الاكسرسايز سيلكشن اللي انا بعمله لنفسي في
التمارين اللي انا ببقى لازم ان انا اختارها لنفسي بناء على الهدف بتاعي. تمام، بعد ما بعمل كده بختار رينج عدات معين بلتزم بيه. عادي جدا، احب ان انا التزم بالشكل الهرمي التزم بيه، احب ان انا التزم بالشكل اللي هو اللاينر على خط واحد، وابتدي مثلا اعلى في الاوزان مره ورا مره ورا مره كده بالطريقه اللي انا شرحتها لك في البروجريسيف اوفرلود. مفيش اي مشكله. حابب ان انت تمشي بريدايزيشن مثلا اسبوع عالي واسبوع منخفض العدات واسبوع عالي العدات واسبوع منخفض العدات، طبعا مع التدرج في الاوزان، ان في الاسبوع العالي في العدات طبعا انت اكيد هتلعب باوزان قليله، وفي الاسبوع اللي هو عداته قليله هتلعب باوزان تقيله. دي مع دي علاقه عكسيه، واخد بالك؟ طيب بعد ما عملت بقى طبعا نظام التمرين بتاعي، بعمل زي ما قلت لك نظام الدايت، بقسمه لسعرات. السعرات ديت اللي هي بقسمها سعرات بروتين وكرب وفات، وفي كميه سعرات حراريه معينه ككل انا باكلها. تمام، بعد ما بقسم لبروتين وكرب وفات ببتدي ان انا احط السورسز بتاعه البروتين والكرب والفات، وابتدي اعمل لنفسي نظام غذائي. طيب بتختلف ازاي بقى؟ لو انا ببالك اب ممكن ان انا الوجبه بتاعتي تعدي ال 700 800 سعره عادي جدا، مفيش اي مشكله. ولكن في البلك حاول بالذات تراعي انك تدخل مصادر كربوهيدرات معقده على قد ما تقدر. ليه؟ عشان ما تعليش من حساسيه الانسولين قوي، او بمعنى صح ما تبوظش الانسولين بتاعك في جسمك. اللي هو انت كانك ما تضطرش ان انت ترجع تعمل دايت بريك تاني عشان حساسيه الانسولين عندك باظت فانت مش عارف تزيد في الوزن. خلي بالك من حاجه زي دي كويس قوي. بالاضافه انك كمان لما بتدخل كربوهيدرات معقده دي بتساهم في انك تقدر تكمل يومك، وكمان بتساعدك في حاجات كتير جدا. انما لما تدخل كربوهيدرات بسيطه انت كده بتساعد في ان الانسولين يرفع منك يضرب مره واحده، وكمان يخزنك دهون. طب ليه؟ ملهاش اي 30 لازمه، فاهم؟ آه. برضو زي ما قلت لك على موضوع الدهون، تدخل دهون صحيه على قد ما تقدر، تبقى 80% اصلا من ضمن احتياجك الدهون، من ضمن احتياجك في الدهون اللي انت بتاكلها على مدار اليوم. طبعا بالنسبه للبروتين زي ما قلنا، بروتين على قد ما تقدر يكون حوالي من 60 ل 70% منه بروتين حيواني كامل الاحماض الامينيه، والباقي ممكن يكون بروتين نباتي، وكمان تحسب منه نسبه الكربوهيدرات اللي موجوده فيه. حبيبي عامل ايه؟ بعد ما تعمل الكلام ده كله بقى من حيث الدايت بتاعك، من حيث برنامج التمرين، من حيث الكلام ده كله، بتبتدي بقى زي ما قلت لك تحط الكلام ده كله في جدول. اه، بالاضافه كمان ان انت بتعمل تراكنج لسعراتك الحراريه بشكل اسبوعي، وبتحسب انت عملت كام سعرات حراريه على مدار الاسبوع. بالاضافه كمان حاجه ان انت بتعمل لنفسك حاجه مثلا زي عداد خطوات. بتعمل لنفسك برضو حاجه زي ان انت بتتراك الوزن بتاعك على مدار الاسبوع. بتقيس وزنك على قد ما تقدر كل يوم، او على مدار مثلا كل اسبوع يوم واحد في الاسبوع، مثلا كل سبت من كل اسبوع، بحيث ان انت تشوف هل وزنك بيزيد هل وزنك بيقل. فتعرف السعرات الحراريه بتاعتك ديت اللي انت ماشي عليها دلوقتي، هل هي بتزودك في الوزن ولا هل هي بتقللك في الوزن. لازم تاخد بالك من حاجه زي كده كويس قوي. فاللي هو انت بتعمل لنفسك تراكنج لسعراتك الحراريه. بتعرف انت اكلت سعرات حراريه على مدار الاسبوع قد ايه، من خلال حتى كمان ان انت بتجمعهم كلهم على بعضهم، اللي هو تضرب السعرات الحراريه كلها في 7، يطلع لك مثلا 12000 13000 14000 ايا كان الرقم. وبتبتدي تشوف هل انت اكلته على مدار الاسبوع ولا لا. بعد ما بتحسب كمان السعرات الحراريه بتاعتك، بتكتب اوزانك وعداتك ومجاميعك، وكمان بتحط وقت الراحه بتاعك في الحسبان وبتكتبه في الجدول بتاعك. بتتراك كمان لو انت عايز حاجه ادفانسد، بتتراك النوم، بتتراك الميه بتاعتك. كل دي حاجات او انديكيتورز طبعا هتبين لك حاجات كتير جدا اذا كنت انت ماشي بنسبه 100% ولا لا. طبعا هتتراك الدايت بتاعك، هل انت التزمت بيه ولا لا، بحيث ان انت حتى كمان لو في اي حاجه وقعت في يوم من الايام انت بتسيف سعرات مثلا لاخر الاسبوع لو انت في مناسبه او حاجه. فدي حاجه انت ممكن تستغلها عادي جدا، مفيش اي مشكله، ودي حاجه انا كمان شرحتها في الفيديوهات اللي فاتت. آم، زي ما قلت لك برضه، لما انت بتتراك السعرات الحراريه بتاعتك وبتتراك وزنك على مدار كل اسبوع لاسبوع، بتعرف هل السعرات الحراريه اللي انت ماشي عليها دي دلوقتي حاليا هل دي بتزودك ولا بتنقصك ولا بتثبت وزنك. فدي برضه حاجه لازم تاخد بالك منها. واعتقد ان انت بكده شرحت لك كل حاجه. كده عرفنا احنا هنتمرن كم مجموعه كمبتدئين، هنتمرن كم مجموعه كده. اه كده احنا عرفنا كمبتدئين هنتمرن كام مجموعه لكل عضله في الاسبوع، هنحسب سعراتنا ازاي، هنحسب الشده بتاعتنا ازاي، هنبني لنفسنا جدول تمرين كامل متكامل ازاي نمشي عليه. هنعرف طبعا، وكمان عرفنا طبعا ازاي نعمل لنفسنا دايت بريك ودي لود وبروجريسيف اوفرلود، وازاي نختار اكلنا في النظام الغذائي، وازاي كمان نعمل لنفسنا نظام غذائي. وكمان عرفنا الفرق ما بين الحرق اللي بيحصل لنا في التمرين والفشل العضلي او الفشل الميكانيكي.
وعرفنا كمان ازاي ان احنا هنعرف العضله الضعيفه وازاي نمرنها علشان نعمل سيمتريه او نعمل تناسق عضلي. بس يا صديقي، لهنا نكون خلصت الفيديو. اتمنى ان اكونش طولت، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو استفدت، ولو انت مش حابب تعمل لايك وشير وسبسكرايب برضو عادي، قناتك يا وحش، المهم ان انت تكون استفدت. وانا اسف جدا على الاطاله اللي حصلت. اشوفكم الحلقه الجايه. بيس.